أنا امرأة في منتصف العمر، متزوجة وتعاني مشاكل وجودية. يلتقي إريك الشاب القلق بشأن مستقبله في غرفة دردشة، ويتحدثان ويتبادلان الأسرار، ويحاولان معا مواجهة مشاكل حياتهما العديدة. في أحد الأيام تلقت آنا العائدة لتوها من العمل كعكة عيد ميلاد مفاجئة من زوجها لويس، لكن لويس أسقطها عن طريق الخطأ. في تلك الليلة أهدى لويس أنا كتابا كهدية عيد ميلاد. يشرح لويس أن الكتاب يروي قصة رجل يعاني تعدد الشخصيات، وأنه يكافح للحفاظ على حريته. لكن عندما يطلب لويس علاقة عاطفية ترفض آنا بأدب. في اليوم التالي عادت آنا من العمل مبكرا، ثم فتحت حاسوبها المحمول. دخل دان غرفة الدردشة وتحدث إلى رجل يدعى إريك، ومع ذلك لم يمض وقت طويل حتى عادت العائلة إلى المنزل، وكادت أن تجد آنا أمام حاسوبها. في تلك الليلة عرض لويس على آنا قضاء عطلة نهاية أسبوع، لكن أنا لم تبد استعدادا كبيرا، فقالت إنها ستفكر في الأمر. في اليوم التالي بدأت آنا بالدردشة مع إريك مجددا، حيث قال إريك إنه إذا قابله فسيطلب رسوما. ورغم أن هذا كان شيئا فعلته آنا توا، إلا أن فضولها دفعها للموافقة. ثم أرسل إريك العنوان، وأكد لآنا أن العنوان آمن بعيدا عن أعين أي شخص يراهم. في اليوم التالي التقت آنا باريك، استرخيا وتحدثا، ولكن عندما شعرت آنا بالملل طلبت المغادرة، إلا أن إريك ذكر آنا بأن عليها الدفع وفقا للاتفاق. دفعت له آنا، ثم همت بالمغادرة، فصرخ إريك طالبا النجدة ليأخذه هو ودراجته إلى ورشة تصليح، بحجة أن إطار دراجته به تسريب. وافقت أنا. عندما فتح إريك صندوق السيارة شعرت آنا بالخوف، لأن الصندوق يحتوي على مقعد طفلها. سأل إريك آنا إن كانت أماً، فأجابت أنا أنه لصديقتها التي كانت تساعدها على نقل منزلها. في الطريق دار بينهما حديث. سألت آنا إريك عن سبب ربحه المال بهذه الطريقة. قال إريك إنه يعيش في هذا العالم والجميع بحاجة إلى المال. أنكرت أنا ذلك قائلة إن إريك شاب، وهناك الكثير مما يمكنه فعله لتحقيق مستقبله. وصلا إلى ورشة، لكن قبل ذلك رأيا منظرا جميلا لمدينة من الجبال، وهناك واصلا حديثهما، حيث قال إريك إنه لا يؤمن بالحب. صدمت آنا وسألت إريك إن كان لديه صديقة. قال إريك إن لديه بعضا، لكنهن لم يكن موجودات. لهذا السبب لا يصدق، لأنهما عندما يكونان معا ستكون هناك بالتأكيد خلافات. ثم ذهب إريك لفحص دراجته، لكن الورشة لم تصلح الدراجة. وأخيرا غادرت آنا وإريك للبحث عن ورشة أخرى. بعد بضعة أيام استلم إريك الذي كان يعمل في المطعم راتبه الشهري. عاد إلى المنزل وأراد توفير ماله، لكنه رأى والدته تبكي والفواتير كثيرة. لم يرد إريك أن يرى والدته حزينة، وأخيرا سلم مدخراته لأمه. في اليوم التالي في أثناء عمله في المطعم اصطدم إريك بالصدفة بصديقه الذي كان يوصل الطعام، مما تسبب في سقوط الطعام، فعاد فورا. عندما تلقى رئيسه اتصالا رأى إريك فرصة لسرقة ماله. كان على وشك فتح درج مكتبه، لكن رئيسه وجده، وفصل إريك في ذلك اليوم. في المنزل فتح إريك الدردشة وأرسل رسالة إلى أنا. ثم في اليوم التالي اصطحبته أنا وانطلقا بالسيارة، وفي الطريق دار بينهما حديث تبادلا فيه تجاربهما. ثم أوصلت أنا إريك قرب محطة القطار للعودة إلى المنزل، ولكن قبل المغادرة أخبر إريك آنا أنه يشعر بالجوع، وطلب من آن أن تدعوه إلى تناول الطعام. وافقت أنا، وذهبا أخيرا سيرا على الأقدام للبحث عن مطعم لتناول الطعام. وفي الطريق كشف إريك أنه لم يعد يعمل، وأنه بحاجة ماسة للمال. ولما سمعت أنا ذلك خطرت لها فكرة جديدة. أخذت إريك إلى الدولارات، وهناك أخذت أنا أكبر قدر ممكن من الطعام. ثم طلبت من إريك أن يتناول الوجبات الخفيفة، واتفقا على أخذ الطعام. عندما لاحق رجال الأمن إريك وآنا هربا أخيرا، تاركين الأغراض تحت عربة التسوق. ثم في أثناء سيرهما فوجئت أنا بصديق زوجها الذي سألها عن مكان لويس. حاولت أن تغيير مسار السؤال، لأنها لم ترغب في أن يعرف إريك أن أنا متزوجة. بعد ذلك ذهبا للعب، وهناك استمر حديثهما، حيث ذكرت أنا والد إريك الذي لم يكن مسؤولا عن مستقبل إريك. أثار هذا استياء إريك وغضبه، فغادر. طاردت أنا إريك، فوجدته يبكي وسط حشد من الناس يشاهدون حفلا غنائيا. اقتربت منه أنا وطلبت منه الذهاب معها. تصالحا أخيرا، وفي طريقهما استخدما سفينة شراعية للوصول إلى مكان ترفيهي. عند وصولها أخذت أنا إريك إلى حفل كبير، لكن رجال الأمن منعوه من الدخول.
حاولت أنا إقناع رجال الأمن بأن إريك كان شريكها، لكن إريك كان لا يزال ممنوعاً من الدخول. لم تسكت آنا، بل التقت حارس المدخل ورشوته، وانضما أخيراً إلى الحفلة المغلقة. في تلك الليلة كانا في غاية السعادة، يرقصان معاً ويستمتعان برحلتهما. بعد الرقص ذهب إريك إلى الحمام، وعندما عاد إلى أنا رأى إريك آنا تزعج من قبل رجل. غضب إريك بشدة، فجاء إلى الرجل ليأمره بالمغادرة. بعد ذلك انصرف آس. رأوا حفل الزفاف، ثم دعا إريك آنا للصراخ على العروسين حتى لا يضطر للزواج. صرخت أنا أيضا وقالت إنكما ستندمان، لا تتزوجا، ستندمان. ولكن قبل أن يغادرا سمع إريك أغنية أسعدته كثيرا. عرض إريك على أنا أن يرقصا قبل المغادرة. كان الليل قد تأخر، ولم يكن بإمكانهما العودة إلى المنزل بعد، فبحثت أنا أخيراً عن فندق للمبيت. عندما طلبت أنا من موظفة الاستقبال تجهيز غرفتين، قالت إن الغرفتين المتاحتين فقط تحتويان على سريرين. لم يكن هناك خيار آخر، فقررا أخيراً اختيار هذا النوع من الغرف. في تلك الليلة كانت ليلة محرجة ومليئة بالألوان في رحلتهما، وأخيراً عاشا قصة حب. في صباح اليوم التالي كان عليهما الانفصال. أخرجت أنا دراجة إريك من صندوق السيارة ودعت إريك يرحل ببهجة، ثم أعادت أنا مقعد طفلها إلى المقعد الخلفي للسيارة. قبل أن يبتعد إريك عن أنظار أنا طاردته أنا وهو يؤرجح دراجته. شعرت أنا بالارتباك، ولكنها سعيدة، وقادت سيارتها لتنسى يوما مليئا بالحب. وانتهى الفيلم. شكرا للمشاهدة، وإلى اللقاء. الخيانة لا تبدأ من لحظة واحدة، بل تبدأ من تراكم مشاعر الإهمال والبرود والروتين. احرصي على أن تكوني دائما حاضرة وجدانيا وعاطفيا. استمعي له، قدريه، وشاركيه اهتماماته. لا تتركي فراغا عاطفيا أو جسديا، لأن هذا الفراغ هو أكثر ما يغري أي إنسان بالبحث عن بديل. كوني صديقته الأقرب قبل أن تكوني زوجته. لزواج ناجح ليس زواجا خاليا من المشاكل، بل زواج يتقن فيه الطرفان فن الحوار الصادق والتسامح. تكلما دائما عن مشاعركما دون خوف، عبرا عن احتياجاتكما بوضوح، ولا تجعلوا الزعل يتراكم، لأن الصمت الطويل يولد بعدا. تذكرا أن كل إنسان يخطئ، وأن الغفران أساس كل علاقة طويلة الأمد. لا تنتظرا الكمال، بل انموا معا من خلال العثرات. الزواج القوي لا يبنى فقط على الحب، بل على القرب العاطفي، التواصل، والنية الصادقة في الاستمرار رغم كل الصعوبات. اختاري أن تكوني له ملاذا، وسيختارك دائما دون أن ينظر لغيرك. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمي بالإعجابات والتعليقات، وإلا سوف أضربكم ضربا مبرحا أيها الأولاد الأشقياء. وداعا.